متخصصا أفضل للمرضى بفضل تنسيق جهود فريق متعدد التخصصات. تدخلات نترجمها على أرض الواقع. تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة، مشروع موجه لتعزيز العرض الصحي لفائدة الساكنة الهشة بجماعة دار بوعزة. تم إنجازه باستثمار إجمالي يبلغ 73 مليون درهم. قرب ذات الجودة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين يتطلب وضعهم الصحي فحوصات متخصصة. وسيمكن هذا المركز الذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، والذي سيستفيد منه 60,000 شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب بعض الأشخاص المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم بتكاليف إضافية. وستستفيد من المركز الطبي للقرب الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية المستوى الأول والثاني وشبكة المستشفيات. ستستفيد ساكنة يقارب تعدادها 300,000 شخص من ساكنة المدينة الجديدة الرحمة والمناطق المجاورة، كما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة. وهكذا يشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب، مع وجود أطباء مستعجلات يؤمنون الحراسة لا سيما داخل قاعات علاج الصدمات والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس. ويضم أيضا وحدة للفحوصات المتخصصة في القلب والشرايين والأنف والأذن والحنجرة والجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب النساء وطب العيون، ووحدة طب العظام والترويض الوظيفي وقطب طبي تقني مع جناح للعمليات الجراحية وقاعة أخرى للاستيقاظ. كما يحتوي المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس لتضامن المدينة الجديدة الرحمة على قطب لصحة الأم والطفل، يضم وحدة تقنية للولادة، 4 قاعات للولادة وقاعة لتقديم العلاجات للمواليد الجدد، وقاعات للفحوصات والتلقيح والفحص بالصدى. ويشتمل المركز الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي، الفحص بالأشعة والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى والتصوير البانورامي، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء، وصيدلية وقاعة للتحسيس ومرافق طبية أخرى. وتتوفر البنية الاستشفائية الجديدة على سيارة إسعاف لتأمين النقل الطبي للمرضى. وعلى غرار المركزين اللذين دشنهم مقاطعة بني مكادة اللذين شرعا في تقديم خدماتهما سنة 2022، يشكل المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس لتضامن المدينة الجديدة الرحمة جزءا من برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني. كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويقضي بإنجاز 12 مركز طبي للقرب على مستوى المملكة. ويتعلق الأمر على الخصوص ب3 مراكز بالدار البيضاء، سيدي مومن، الحي الحسني، والمدينة الجديدة الرحمة، ومركزين بكل من فاس وطنجة، ومركز واحد بكل من مدن أكادير ومراكش والرباط وسلا وسمارة. ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي للنواصر للمساهمة في تعزيز مختلف المبادرات المنفذة من طرف المؤسسة في المجال الطبي والإنساني، بما يجسد الالتزام متعدد الأبعاد والمتنوع للمؤسسة من أجل رخاء ورفاهية الساكنة المعوزة. وعلى غرار المراكز التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعدد من الجهات، يشكل المركز الطبي القرب بالمدينة الجديدة الرحمة جزءا من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامي إلى تحسين العرض الصحي وإحداث شعبة لعلاجات القرب لفائدة الساكنة. ويتمثل عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنشاء ودعم المراكز الاجتماعية التي توفر العلاج للفئات المحتاجة وتعيد إدماجها في المجتمع، وتعتمد في إنجاز برامجها على الدينامية المحلية التي تمكن من تحديد الفئات المستهدفة وحاجياتها مع الحرص على ضمان الانسجام والاستمرارية للمشاريع. كما تحث المؤسسة على والمجتمع المدني بوجه عام في بلورة كل أهدافها وضمان نجاحها للوقوف بجانب الفئات المعوزة لتخليصها من براثين الإقصاء ومتاهات التهميش.
وتسهر المؤسسة على إنشاء مراكز طبية في تخصصات مختلفة ومتشعبة، ويعكس إنجاز مراكز طبية قريبة من المواطنين انعكاسا لرؤية مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقائمة على تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإحداث معايير تكميلية ضمن آليات مصاحبة للمرضى. وتماشيا مع هذا التوجه يأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمركز الطبي القرب مؤسسة محمد الخامس بالمدينة الجديدة الرحمة. كما تسطر المؤسسة استراتيجية اجتماعية موسعة تسعى في شقها الطبي إلى الاستجابة لحاجيات فئات واسعة من المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، وهي بذلك تلتزم بخارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة. كما تعكس عزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين. إنشاء المركز الصحي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة يعكس عزم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأكيد للنهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية قريبة للمواطنين وبجودة تنافسية تستجيب لحاجيات الساكنة. كما تهدف المؤسسة إلى تسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة، وهي بذلك تجيب على حاجيات المواطنين دون تمييز. وجلالة الملك في هذا الشهر الكريم شهر البذل والعطاء والتضامن يخص رعاياه الأوفياء بالرعاية الدائمة والموصولة من خلال توفير كافة ظروف العيش الكريم من تطبيب وتعليم في المستوى العالي وخدمات للقرب ذات جودة عالية للارتقاء بمستوى عيش المواطن وضمان كرامته وإشراكه الفعلي في مسلسل التنمية الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله بعزم وإرادة قوية لبناء مغرب التضامن والتنمية والتوجه بخطى ثابتة نحو مستقبل يعمه الرفاء والرخاء والازدهار تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالدار البيضاء الكبرى تعتز أيما اعتزاز بهذه الرعاية الملكية الموصولة والتي تعميم على ساكنة المدينة والجهة، وتشكل نموذجا للمشاريع والأوراش الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة بفضل التتبع الدائم والحرص المستمر لجلالة الملك على إنجاز هذه الأوراش وإخراجها إلى حيز الوجود وفق رؤية ملكية متبصرة تتوخى الارتقاء بعيش المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومندمجة، رؤية ملكية للحاضر والمستقبل لكل الأجيال من أجل بناء صرح هذا الوطن والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة. متخصصا أفضل للمرضى بفضل تنسيق جهود فريق متعدد التخصصات. تدخلات يترجمها على أرض الواقع تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة، مشروع موجه لتعزيز العرض الصحي لفائدة الساكنة الهشة بجماعة دار بوعزة. تم إنجازه باستثمار إجمالي يبلغ 73 مليون درهم، القرب ذات الجودة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين يتطلب وضعهم الصحي فحوصات متخصصة. وسيمكن هذا المركز الذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة والذي سيستفيد منه 60,000 شخص في السنة من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب بعض الأشخاص المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم بتكاليف إضافية. وستستفيد من المركز الطبي للقرب الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية المستوى الأول والثاني وشبكة المستشفيات. ستستفيد ساكنة يقارب تعدادها 300,000 شخص من ساكنة المدينة الجديدة الرحمة والمناطق المجاورة، كما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة. وهكذا يشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب مع وجود أطباء مستعجلات يؤمنون الحراسة لا سيما داخل قاعات علاج الصدمات والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس.
ويضم أيضا وحدة للفحوصات المتخصصة في القلب والشرايين والأنف والأذن والحنجرة والجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب النساء وطب العيون، ووحدة طب العظام والترويض الوظيفي، وقطب طبي تقني مع جناح للعمليات الجراحية وقاعة أخرى للاستيقاظ. كما يحتوي المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس لتضامن المدينة الجديدة الرحمة على قطب لصحة الأم والطفل، يضم وحدة تقنية للولادة، 4 قاعات للولادة، وقاعة لتقديم العلاجات للمواليد الجدد، وقاعات للفحوصات والتلقيح والفحص بالصدى. ويشتمل المركز الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي، الفحص بالأشعة والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى والتصوير البانورامي، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم، وأخرى للاستشفاء، وصيدلية، وقاعة للتحسيس، ومرافق طبية أخرى. وتتوفر البنية الاستشفائية الجديدة على سيارة إسعاف لتأمين النقل الطبي للمرضى. وعلى غرار المركزين اللذين دشنهم مقاطعة بني مكادة اللذين شرعا في تقديم خدماتهما سنة 2022، يشكل المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس لتضامن المدينة الجديدة الرحمة جزءا من برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني. كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويقضي بإنجاز 12 مركز طبي للقرب على مستوى المملكة. ويتعلق الأمر على الخصوص ب3 مراكز بالدار البيضاء، سيدي مومن، الحي الحسني، والمدينة الجديدة الرحمة، ومركزين بكل من فاس وطنجة، ومركز واحد بكل من مدن أكادير ومراكش والرباط وسلا وسمارة. ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي للنواصر للمساهمة في تعزيز مختلف المبادرات المنفذة من طرف المؤسسة في المجال الطبي والإنساني، بما يجسد الالتزام متعدد الأبعاد والمتنوع للمؤسسة من أجل رخاء ورفاهية الساكنة المعوزة. وعلى غرار المراكز التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعدد من الجهات، يشكل المركز الطبي القرب بالمدينة الجديدة الرحمة جزءا من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامي إلى تحسين العرض الصحي وإحداث شعبة لعلاجات القرب لفائدة الساكنة. ويتمثل عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنشاء ودعم المراكز الاجتماعية التي توفر العلاج للفئات المحتاجة وتعيد إدماجها في المجتمع، وتعتمد في إنجاز برامجها على الدينامية المحلية التي تمكن من تحديد الفئات المستهدفة وحاجيتها مع الحرص على ضمان الانسجام والاستمرارية للمشاريع. كما تحث المؤسسة على والمجتمع المدني بوجه عام في بلورة كل أهدافها وضمان نجاحها للوقوف بجانب الفئات المعوزة لتخليصها من براثين الإقصاء ومتاهات التهميش. وتسهر المؤسسة على إنشاء مراكز طبية في تخصصات مختلفة ومتشعبة، ويعكس إنجاز مراكز طبية قريبة من المواطنين انعكاسا لرؤية مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقائمة على تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإحداث معايير تكميلية ضمن آليات مصاحبة للمرضى. وتماشيا مع هذا التوجه يأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمركز الطبي القرب مؤسسة محمد الخامس بالمدينة الجديدة الرحمة. كما تسطر المؤسسة استراتيجية اجتماعية موسعة تسعى في شقها الطبي إلى الاستجابة لحاجيات فئات واسعة من المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، وهي بذلك تلتزم بخارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة. كما تعكس عزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين. إنشاء المركز الصحي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة يعكس عزم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأكيد للنهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية قريبة للمواطنين وبجودة تنافسية تستجيب لحاجيات الساكنة. كما تهدف المؤسسة إلى تسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.
وهي بذلك تجيب على حاجيات المواطنين دون تمييز. وجلالة الملك في هذا الشهر الكريم، شهر البذل والعطاء والتضامن، يخص رعاياه الأوفياء بالرعاية الدائمة والموصولة من خلال توفير كافة ظروف العيش الكريم من تطبيب وتعليم في المستوى العالي، وخدمات للقرب ذات جودة عالية للارتقاء بمستوى عيش المواطن وضمان كرامته وإشراكه الفعلي في مسلسل التنمية الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله بعزم وإرادة قوية لبناء مغرب التضامن والتنمية والتوجه بخطى ثابتة نحو مستقبل يعمه الرفاء والرخاء والازدهار تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالدار البيضاء الكبرى تعتز أيما اعتزاز بهذه الرعاية الملكية الموصولة والتي تعميم على ساكنة المدينة والجهة، وتشكل نموذجا للمشاريع والأوراش الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة بفضل التتبع الدائم والحرص المستمر لجلالة الملك على إنجاز هذه الأوراش وإخراجها إلى حيز الوجود وفق رؤية الملكية المتبصرة تتوخى الارتقاء بعيش المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومندمجة، رؤية ملكية للحاضر والمستقبل لكل الأجيال من أجل بناء صرح هذا الوطن والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة.